خلصت مسلسل 1899، فتعالوا نتكلم عنه وعن ايه اللي احنا اتفرجنا عليه ده وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. مسلسلنا بيتكلم عن سفينة في سنة 1899 بتكون متجهة لأمريكا، وعليها عدد كبير جدا من الركاب والعاملين على السفينة. لما السفينة بتكون ماشية في طريقها عادي، بتقابل سفينة كانت ضايعة من نفس الشركة بقالها 4 شهور، بقالها تايهة، والسكان اللي فيها والركاب اللي فيها برضو تايهين بقالهم 4 شهور. لما بيلاقوا السفينة دي بتبتدي تحصل حاجات غريبة، وبيلاقوا حاجات غريبة على متن السفينتين. معنى ايه الكلام ده كله؟ ايه اللي هم فيه ده اللي احنا نعرفه على مدار ال8 حلقات بتوع 1899. التقييم بتاعنا هنا تي في ماتشور، لمشاهد إباحية ولغة قاسية، مناظر دموية، مناظر مخيفة. فتعالوا بقى نتكلم عن التمثيلية كلها، راجع على حلقات من 1 ل8 بدون حرق. وهقول اللي عجبني واللي ما عجبنيش، ويلا نبتدي. اعتقد ان من اول الحاجات اللي هتشدكم في المسلسل ده قبل ما تتفرجوا عليه هو الشكل بتاعه. التون بتاعه مختلف عامة، في عناصر كده من الغموض والإثارة اللي بنشوفها في أعمال تانية كتير. لكن عامة التون اللي المسلسل بيختاره إن هو يكون في حقبة زمنية قديمة، فيها شوية حاجات كده ليها علاقة بالعوالم الموازية، المحاكاة، الحاجات دي دايما بنشوفها في افلام شويه او مسلسلات في اوقات حديثه. لكن انك تشوف حاجه زي كده بالنسبه لي انا كانت جديده وكانت مختلفه، ومن اول الحاجات اللي شدتني ان انا ابتدي ان انا اتابع المسلسل ده ان هو في حاجه كده انا ما شفتهاش قبل كده، او مش بشوفها كتير عامه، وحسيت انها كانت مختلفه. حبيت اشوف ازاي الناس اللي كانت في الحقبه الزمنيه القديمه هتقدر تتعامل وتواكب حاجة غامضة ومختلفة. وزي ما قلت القصة بتمشي بطريقة غير متوقعة، ودي أفضل حاجة. يعني في الأول عمرك ما هتتوقع اللي كان هيحصل في آخر حلقة، أو مكنتش هتتوقع اللي هيحصل في الحلقة اللي قبلها. لأن الموضوع كان ماشي بطريقة معينة بتخليك تتوقع حاجة، لكن بعد كده بيمشي بطريقة بتختلف تماما عن الموضوع الأصلي. بالذات آخر حلقة فيها حاجات مفاجئة جدا، أنا ما كنتش متوقع إن هم هياخدوها من أول لما بدأت أتفرج على التمثيلية. والتغيرات والحاجات المفاجئة دي مرضية جدا، حلوة جدا، مش هتكون متضايق منها أو مش هتقول ده مشوها في طريق بعيد جدا عن اللي أنا كنت عايزه واللي أنا كنت متوقعه. لا، الحاجات بتفضل انها قريبة من الحاجات الكويسة، لكن في نفس الوقت بتمشي بطريقة غير متوقعة. واللي بيساعد كمان في ان احنا نكمل، ان احنا نكمل ان احنا نستنى الغموض ده، الموضوع ده رايح على فين في الاخر، هو ايقاع حكي القصة، طريقة حكي القصة عامة على مدار المسلسل. ان احنا بنكتشف الحاجات شوية بشوية، بنكتشف حاجات عن الشخصيات الكتيرة اللي موجودة عندنا على السفينة دي اللي هنتكلم عنهم برضو. كل حلقة كده فيها حاجة معينة بتخليك تفتكر ان احنا رايحين الاتجاه ده، بعد كده بتروح الاتجاه التاني. الحاجات دي كلها كان ليها راجع في ان انا انبسط في الاخر من النتيجة، بس تعرف الشخصيات دي ايه اللي فعلا حصل لها زمان، ايه اللي هيحصل لها، القصة دي عامة ابتدت ازاي كلهم جم على السفينة هنا. في حاجات كتير بتتساب في الأول مش مفهومة عشان تقدر انك تبقى عايز تكمل المسلسل. والمسلسل ده مش صعب ابدا في انك تمشي معاه وتواجبه. يعني في غموض وفي حاجات مش هتبقى فاهمها، لكن مش اللي هو تبقى بطريقة غلسة انك مش عايز تكمل. لكن في حاجة مهمة جدا، انك لما تيجي تتفرج على التمثيلية دي لازم تتفرج عليها في اوقات تكون مركز. ما تتفرجش على المسلسل ده مثلا مع مسلسل تاني، ما تتابعهوش كده، عشان تكون قادر انك تستوعب الحاجات اللي بتحصل، وتكون كده دماغك شبه فاضية للمسلسل ده. وتجميعة الشخصيات كمان مع بعض كانت حلوة جدا ومهمة جدا لنجاح المسلسل ده. اولا انت عندك شخصيات كتير جدا من بلدان مختلفة بتتكلم لغات مختلفة، ومفيش حد فيهم او يعني تقريبا اغلبيتهم مش فاهمين بعض. فبالتالي انت بيبقى عندك غير طبعا كل الغموض والمشاكل والحاجات اللي هما بيبقوا عايزين يفكوها ويحلوها، في كمان معضلة ان هم مش فاهمين بعض اصلا ومش عارفين يتواصلوا مع بعض. ده انا شايف ان هو كان افضل بكتير من ان هم كانوا يخلوا مثلا الكاست كله بيتكلم انجليش. الموضوع هنا مدينا كده زي معضلة حلوة جدا. انا حسيت انها كانت انترستنج بالنسبة لي، ان انا اشوف الشخصيات دي كلها اللي مش فاهمين بعض
من ثقافات مختلفة كمان، بيتعاملوا مع بعض وبيتفاعلوا مع بعض في أزمة، مش عارفين يفهموا بعض. فده كان مدينا كان حاجة كده زي حاجة مثيرة للاهتمام. زيادة كمان على ده ان الشخصيات كمان نفسها مكتوبة كويس، ليها زي تاريخ مثلا كده بيكشفوه في كل حلقة. بتبقى مهتم انك عايز تعرف ايه الشخصيات دي حصل لهم، ايه اللي وداهم كلهم في السفينة من الاول، وبعد كده ازاي ده بيتصل بنهاية المسلسل. هل اللي احنا شفناه ده حقيقة، هل اللي احنا شفناه ده مش حقيقة، هل هما بيكذبوا، هل هما مين الكويس مين اللي مش كويس. كل الحاجات دي بالنسبة لي كانت ممتعة جدا بالنسبة للشخصيات. عندنا الشخصية الأساسية اللي هي مورا فرانكلين، اللي بنمشي معاها على مدار القصة. مش هكدب عليكم، أنا ما كنتش مهتم بشخصيتها في الأول. يعني عندنا مثلا أول 4 حلقات حاجة كده ما كنتش مهتم بالظبط بيها هي شخصيا، كنت مهتم بكل الشخصيات اللي حواليها ما عدا هي. بنيجي نمشي بقى في الحلقة السادسة مثلا الحلقة السابعة، ببتدي أبقى مهتم جدا باللي حصل لها، مهتم جدا بشخصيتها، ابتديت أحب شخصيتها من الفترة دي. لان في بداية المسلسل ما كانش مديها حقها قوي، لكن بعد كده بنبتدي نشوف كل حاجة في اداء تمثيلي كويس جدا من كل الممثلين. وعامة الشخصيات دي كانت حلوة بالنسبة لي. وطبعا النتيجة في النهاية هل ده ينفع كمسلسل كده لوحده من غير موسم تاني؟ اعتقد ايوه. مش كل حاجة دايما لازم تتقفل، في حاجة بتتساب دايما مفتوحة. لكن انا شايف ان الموسم ده كان كويس جدا، حلو جدا. مش هقول ان هو مثالي، لان انا زي ما قلت لكم في اول حلقتين ما كنتش مهتم. يعني حسيت ان هو كان في الاول شويه مش عارف يثبت الايقاع بتاعه، لكن بعد كده بدايه من الحلقه الثالثه كل حاجه حلوت جدا. لكن اعتقد ان ده موسم حلو جدا يقدر ان هو يقف كده مع نفسه كمسلسل من 8 حلقات. فانا شايف ان مسلسل 1899 من المسلسلات الفتره الاخيره اللي قدرت تنجح في الموازنه ما بين عناصر الاثاره، عناصر الغموض، عناصر السسبنس، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تعمل تون جديد مع نفسها، تون مختلف ما فيش كتير بيعملوه، وحاجة فريدة من نوعها. الشخصيات كلها حلوة جدا، مكتوبة بشكل كويس، الصغير منها والكبير، مع كمان الباك ستوريز بتاعتهم، التاريخ بتاعهم، الحاجات اللي بتتحكي على مدار حلقات المسلسل. وكون ان في تنوع في اللغات في المسلسل ده ادانا كمان معضلة مثيرة للاهتمام جدا، بتبقى كمان مهتم بيها غير الإثارة الموجود اللي كمان موجودين وحلوين جدا. مسلسل 1899 اديله 8/10. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في المسلسل ده لو شفتوه من اوله لاخره، ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش، وهل عايزين موسم تاني من المسلسل ده ولا شايفين ده كده كفايه جدا موسم واحد. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وسلام.